قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف. صباح الفل يا جماعه. والله العظيم الحاجه الوحيده اللي خلتني افهم معنى بركه في الوقت هي الصحيان بدري، خصوصا وقت الفجر، كأن اليوم بيبتدي ببركه وحلاوه غير طبيعيه. قلت اشارككم التجربه دي وازاي بقى لي فتره بحاول اجتهد ان انا انتظم على صلاه الفجر بالذات، لان التجربه دي حرفيا هتغير حياتي. للاسف لسه بنقول يا هادي على الصبح اهو، فرده الكاوتش طلعت نايمه، فمضطر ان انا بقى اشوف حد انفخها عنده. الحمد لله لقيت حد انفخ فرده الكاوتش عنده، الحمد لله. حقيقي الوقت ده من احلى الاوقات اللي الواحد ممكن ينزل يتمشى فيها، محدش هيفهم كلامي ولا يحس بيه غير اللي جربها فعلا. بقى لي فتره كبيره ما نزلتش اتمشى بالعجله، فلا حقيقي التجربه دي تحفه. السلام عليكم. بص انا مش هضحك عليك واقول لك ان انا كنت بصحى الفجر كل يوم ولا ان انا ملتزم بصلاه الفجر، لا والله. انا كانت بتعدي عليا فترات كنت بصحى اطفي المنبه وانام تاني، وكان فيها فترات كنت بصحى اسمع الاذان وانام، يعني سبحان الله. ولكن لو جربت تبص على حياتك من صلاه الفجر دي هتلاقي حاجه مختلفه خالص. ولكن صلاه الفجر مش مجرد فرض، ولكن هي مفتاح لبدايه يوم صح. وصلاه الفجر هي مجرد ركعتين، ركعتين مش بس ركعتين، ولكن ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فانت متخيل يعني ركعتين بس ممكن يكونوا حرفيا احسن من كل حاجه بتجري وراها طول اليوم. فتخيل كده تصحى وتقرا قران، وربنا قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. تخيل ان القران اللي انت بتقراه الملائكه بتشهده. انت متخيل؟ وقت الفجر ده بحس ان هو الوقت الحقيقي اللي انت هتعرف تكون فيه مع نفسك. الجو هادي ومفيش دوشه ولا موبايل ولا زحمه ولا ضغط ولا اي حاجه. وقت بتحس انك انت قاعد فيه مع نفسك ببال صافي، تنزل تتمشى، تنزل تصلي، تقرا قران، مفيش حاجه شغلاك. وفي ناس كتير بتقول انها بتلاقي بركه غير طبيعيه في شغلها وفي حياتها عامه لما بتبدا تلتزم بالفجر، وده مش من فراغ، وده بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم بارك لامتي في بكورها. لكن كلنا بنواجه تحديات، سواء من سهر او شغل او نت او سوشيال ميديا او حاجات كتير قوي ملهيات بتلهينا ان احنا بس نصحى نصلي الفجر. فانا شخصيا بحاول اروض نفسي وبحاول ان انا اتعود ان انا اصحى الفجر. احيانا في ايام بصحى فيها وفي ايام ما بصحاش، عادي. ولكن حتى لو هتبدا بيومين بس في الاسبوع انك انت تصحى تصلي فيهم وتستمر عليهم، في ايام بتمشي حلوه وفي ايام المنبه بيفضل يرن لحد ما الموبايل يفصل. ولكن الرساله هنا مش لازم تكون مثالي في كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر وصلاة العشاء. يعني انت طول ما انت بتحاول، هي معركة ما بينك وما بين نفسك، معركة ايمانية. فانا مش شيخ والله، انا احيانا برضو يعني بكسر الموبايل وما بصحاش. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن. وبصراحه من اول ما بدات اصحى بدري بقيت بلحق اصلي او اقرا او اخطط ليومي ازاي هيبدا، ودماغي بقيت انضف ومودي بقى اهدى بكتير عن الاول. يعني مثلا اللي كنت بخلصه في نص يوم بقيت بخلصه في ساعتين ثلاثه بالكتير قوي. ونصايح من تجربتي الشخصيه، حاول تجرب الحاجات دي. اول حاجه حط نيه قبل ما تنام، قول انا ناوي اصحى اصلي الفجر، صدقني هتفرق معاك جدا. تاني حاجه وهي حاول تخلي المنبه يكون بعيد عنك، يكون في اخر الاوضه مثلا، هيفضل يرن لحد ما تقوم غصب عنك. ثالث حاجه وهي الصحبه، حاول يكون عندك صحبه صالحه
تصحى تفكرك حتى لو بمسج على الواتساب. رابع حاجه وهي كافئ نفسك. كافئ نفسك حتى لو صحيت يوم او يومين في الاسبوع، بدايات صغيره وبعد كده هتكمل، احسن ما تفضل تقول لا انا ما صحيتش غير يومين انا مش هقدر اكمل وما تكملش الاسبوع كله. كافئ نفسك لو بكوبايه قهوه او بمشروب انت بتحبه او انك انت تنزل تتمشى شويه. خامس حاجه وهي الاخيره، ما تحبطش نفسك. ما تحبطش نفسك حتى لو صحيت يومين او 3 ما تستقلهمش. فالفجر مش مجرد لحظه، ده اسلوب حياه، لحظه انتصار صغيره بس هتغير يومك كله. ربنا بيقول وبالاسحار هم يستغفرون، فده وقت قليل من الناس اللي بتستغله. فجرب تصحى بدري يومين بس في الاسبوع وشوف انت الفرق بنفسك. في كوبايه الشاي اللي ما بتخلصش دي عشان من غير سكر. وابقى اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتواجهك في صلاه الفجر، ويومك بيتغير ازاي لما بتصحى بدري. سلام كبير من واحد لسه بيحاول ولكن بيحب وقت الفجر. لايك للفيديو لو عجبك وسبسكرايب في القناه، خلينا نشارك الرحله مع بعض سوا. سلام يا صاحبي.